دي الكاميرا بتاعتي. دي الكاميرا بتاعتي. مبدئيا الحلقه دي بعنوان سعدنا بيها. سعدنا بيها العيد. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا ناصر. احنا ان شاء الله الحلقه دي هتكون كده مبهجه ومفرحه وكلها اجواء حلوه عشان احنا عايزين نبقى مبسوطين. فبرضه عايزين نفكر الناس ان احنا عملنا حلقه عن رمضان وعملنا حلقه عن عيد الام وعملنا حلقه عن الجيران، وكأننا كده بنتكلم عن الحاجات الاجتماعيه واللي بتربطنا ببعض اكتر. مش عارفين هنتكلم عن ايه تاني، بس ممكن تشوفوا الحلقات اللي فاتت. وده بودكاست من طقطق. السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ناصر. نبتدي منين؟ احنا هنتكلم عن العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها. العيد مش بس يوم فرح، ده ذكريات محفورة جوانا من واحنا صغيرين. العيد هو صوت التكبيرات اللي بتملى الدنيا بهجة، هو ريحة الكحك اللي بتسبق العيد بأيام، هو إحساس الفرحة اللي بيكبر جوانا حتى لو كبرنا في العمر. العيد هو الحب اللي بنشوفه في عيون أهلنا، هو ضحكة الأطفال اللي بيجروا في الشارع بهدومهم الجديدة، هو دفء العيلة اللي بتتجمع حوالين سفرة واحدة مهما فرقتهم الأيام. العيد هو القيم اللي تربينا عليها، صلة الرحم، العطاء، البهجة اللي بنشاركها مع غيرنا، هو اللحظة اللي بنفتكر فيها إن الدنيا مش سباق، وإن أجمل حاجة فيها هي الناس اللي بنحبهم وبنلاقيهم حوالينا في المناسبات دي. وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم عن العيد بكل تفاصيله، عن الذكريات اللي بتدفينا، عن الحب اللي بيجمعنا، وعن القيم اللي بتخلي العيد أحلى وأقرب لقلوبنا. مستعدين؟ يلا نبدأ. من طقطق لسلام عليكم. عشان نفتكر كده العيد زمان، أول حاجة بيجي في دماغك إيه؟ زمان؟ لا، العيد في العادي؟ لا، العيد داخل علينا. أول حاجة عشان نعرف العيد إيه؟ الهلال، يوم الوقفة. صحيح. بالنسبة لك إيه يوم الوقفة؟ إيه؟ كشاب يعني؟ مش كشاب. هقول لك، ما انا شاب هقول لك انا يوم الوقفه ده بيبقى عامل ازاي. خلينا بس نتكلم عن احلى حاجه في العيد من ضمن الطقوس، يعني اغنيه ام كلثوم، يا ليلة العيد أنستينا. يا ليلة العيد أنستينا. دي بقى لما بتخش كده دي أول حاجة بتحسني بالعيد. إحنا كشباب بنضرب الترنجاية وبننزل بقى نكلم كل أصحابنا. وطبعا يعني نبقى إحنا في رمضان صايمين عن حاجات كتير. تمام. فأغلب الشباب بيصدقوا رمضان خلص يعني. ويعملوا الحاجات اللي هم ما كانوش عارفين يعملوها في رمضان. ما شاء الله. بس طبعا احنا مش بنشجع الناس على كده. انا بقول لك يعني اللي بيحصل كشاب يعني. في بقى اللي بيحب يعمل كذا وفي اللي بيحب يعمل كذا. مش عايزين نقول للناس يعملوا ايه بالظبط، اكيد الناس عارفه. لكن هي بتبقى اجواء حلوه، يعني اجواء الوقفه، وبنفضل سهرانين لحد الصبح. انا في ناس صحابي كده لازم كل وقفه اروح اقعد عندهم، يعني اختفي مثلا ما اعرفش عن بعض حاجه خالص، بس تحس ان اجواء العيد في المكان ده. ببقى في الميدان في ال40 والناس كلها بقى بتعدي علينا والناس كلها بتجينا، فدي بتبقى اجواء حلوه بقى في المناطق الشعبيه يعني وفي الميادين وكده. ده بالنسبه لي الوقفه. انت بالنسبه لك الوقفه ايه؟ لا، الوقفه مرمطه شويه معايا عشان انا بقى طبعا واحده ست. تنفيذ بقى العيد دي بقى ليها طقوس تانية. طبعا يعني تمسك على السجاده. لا المنفضه دي. لا، المنفضه دي ما احنا بنتكلم على ايد ايام زمان. ما عملتش دلوقتي ده هدت حيل الواحد. دلوقتي طالعين جهاز بينفض لوحده ولا ايه؟ لا، المكنسه بس، السجاد بنوديه المغسله، ويا اما بقى لو في حاجه جديده هتتجاب نغيرها في الشقه. بهجه العيد بقى ورد جديد، مفارش جديده، كل حاجه جديده. يعني شويه حاجات جديده كده، الوان جديده، لبس جديد. لبس جديد. ما تقولي كده ذكرياتك عن لبس العيد. كبرنا على مرحله اللبس الجديد ده. كبرنا؟ يعني لا، انا لو ما كانش في العيد اجيب ان شاء الله حتى شراب ما يبقاش عيد خالص. اي حاجه ان شاء الله، حتى بنسة شعر، اي حاجه جديده اجيبها تغير مودي كده، احس ان بالعيد. بس انا طبعا العيد زمان كان ليه وضع مختلف معايا غير دلوقتي. وانا صغيره هدوم العيد دي كنت انيمها جنبي، تخيل، احطها كلنا جنبي. كنا كده. بشم الريحه بتاعت الحاجات الجديده دي، ليها ريحه كده غريبه. كنت بتقولي ان انت بتشم ريحه الجزمه. اشم الريحه بتاعت الجزمه ده قبل ما تلبسيها.
ايوه اهم حاجه الهدوم نفسها وهي جديده ليها ريحه معينه، اخدهم في حضني وانيمهم جنبي عشان خلاص ايه بكره الصبح هلبسهم. فبفضل ايه اغمض عيني واقعد احلم باول يوم العيد، افتح عيني الاقي نفسي لسه نايمه، اغمض عيني طيب تاني. هو صحيح العيد للاطفال؟ يعني هو العيد للاطفال بس؟ مين قال لك للاطفال؟ يعني هو في ناس هو بتقعد بص تقول كده العيد هو للاطفال. هو للاطفال عشان خاطر بيبقى ايه بيلعبوا وبيتنططوا. احنا بيختلف بقى في ايه ان احنا اللي بنخرجهم، احنا اللي بنديهم البهجه ونعرفهم ان ده العيد وفي زيارات عائليه، وان احنا نعمل يعني نخلي يعني نفهمهم ان في حاجه اسمها صله رحم، وبالذات في الاعياد لازم زياره الاقارب الاصدقاء المعارف. دي حاجه احنا لازم نحس عليها ماشي، ما هو احنا اطفالنا. صغيرين احنا كل مطلوب مننا ان احنا بنحس باجواء العيد، مم. واحنا كبار عشان دي المسؤوليه، فاحنا مطلوب مننا ان احنا نحسس اطفالنا بالعيد. بس في الاول وفي الاخر احنا بنبقى عايزين نتبسط، هو ده العيد يعني. احنا احنا بنتبسط من انبساطهم هم على فكره. مأمورين بكده. يعني بشوف ناس تقعد تقول ايه العيد ما بقاش زي الاول. العيد ايه اللي مبقاش زي الاول؟ انت اللي مبقاش زي احنا اللي الاول. اتغيرنا، مش بالظبط احنا اللي بالظبط. اتغيرنا. عاداتنا وتقاليدنا اتغيرت. مم. احنا كنا الاول بنتصل بقرايبنا ونروح نزورهم، لكن احنا بنتصل بيهم بس دلوقتي ما بنروحش نزورهم. خلينا نتكلم بقى عن بمناسبه قرايبنا، العلاقات مم. وطريقه احنا بنعايد ازاي بعض. يعني احنا مم. مثلا بنعايد بعض على الفيسبوك، نحط صوره و عامة عيد كل مبارك، سنة وانتم عيد فطر طيبين مبارك، وخلاص. ونبعتها لكل الناس اللي عندنا على الواتس. هو مم. ده التهاني؟ ولا المفروض ان احنا نعمل زي زمان ونروح لبعض وكده اي ما هي دي بقى صلة الرحم اللي احنا لازم نحس عليها على اطفالنا. طبعا الموضوع اختلف كتير قوي، ممكن نتصل باهالينا بالتليفون ونعيد عليهم، لكن لا، المفروض ان احنا ناخد ولادنا ونروح نزور اول يوم العيد، بعد نروح نصلي صلاة العيد، نعلم ولادنا صلاة العيد. انا صلاة العيد دي لو ما صليتهاش ما بحسش ما بالعيد. هو العيد هو الصلاة. هي مهم. العيد في ايه بقى؟ ان فرحته في احنا بنروح الصلاة نصلي ونشوف الناس وبنقابل ناس كتير في تجمعات، أيوة. وبيبقى في انتشار. ايوه فاحنا بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بقى الموضوع عزلة، فطبيعي انت ما تحسش بالعيد. لان انت أيوة. بقيت منعزل. لو فعلا. انت قابلت ناس كتير وكلكم متجمعين في مكان معين، والعيلة كلها متجمعة ومتجمعين كلنا في وقت الصلاة، هتحس بالعيد. انما انت فعلا. قاعد على الموبايل في البيت، اخرك بتبعت رسائل، طب انت تحس بالعيد ازاي؟ لا، ما انت مفيش- طبيعي تقول انا مش حاسس بالعيد. مفيش روحانيات العيد خالص ولا بهجته. انا بحس ان لما انا اروح اخد ولادي واروح ازور هنا وهنا وهنا قرايبنا، لا بحس ببقى فرحانه. كفايه الضحكه وانت داخل عليهم، الاستقبال، لا ولما حد يجي لنا برضو احنا بنبقى فرحانين. طيب بما اننا احنا بنتكلم عن الاجواء بتاعت العيد والصلاه بتاعت العيد، الصلاه نفسها يعني دي صلاه عباده، المفروض بنصلي بشكل معين. دلوقتي طبعا. الناس بقى بتصلي ازاي؟ يعني تلاقي واحده واقفه كده وواحد واقف كده لا، وكمان الغريب ان انت بتلاقي الست جنب الراجل كلهم خلطبيطه في بعض. يعني المفروض السيدات في مكان والرجاله في مكان. صحيح. لا، انا لقيت ظاهره غريبه كده بقالها كام سنه بتحصل في صلاه العيد، كله جنب بعضه. انا ما اعرفش بيخترعوا دين جديد ولا انا ايه. بشوف صور غريبه، ويعني واحد بيكراش على واحده وهو بيصلي، ويبقى بيصلي باصص لها كده وهي جنبه ما كده. انا مستغربه ايه، جايين يصلوا ولا جايين يعملوا ايه بالظبط؟ جايين يشقطوا. فايه صلاه العيد دي مش صلاه. ما انا بقول لك ايه ده، يعني حاجه غريبه، ظاهره غريبه بتحصل اليومين دول. طبعا هي دي عباده ما فيهاش هزار. لازم يبقى في احترام للصلاه. بالظبط. يعني. الرجاله في مكان والستات في مكان. اكيد طبعا. نقف بشكل معين، مش واحد واقف كده والتاني عكسه، مش في اتجاه ما انا القبله. مستغربه هو في ايه. بالعكس، احنا عشان نحس بالصلاه مظبوط، عشان نحس بالروحانيات بتاعت الصلاه، عشان نحس ان احنا فرحانين في العيد، نعمل حاجه صح، نصلي صح. ده المفروض يعني. لو ما فيش مكان عادي ارجع ورا شويه، يعني مش لازم تبقى في المكان اللي فيه الخطبه او فيه يعني عادي. ده هو صلي في اخر الدنيا ما هو في الشارع. بيبقى في مكان عام. ده حتى صلاه العيد يعني سبحان الله لكل الناس فعلا. يعني حتى لو في بنوته مثلا عندها عذر، عشان تحس بفرحه العيد تروح تقعد في اي جنب وتتفرج على الناس اللي هي بتصلي. فما فيش مشكله. صلاه العيد او فرحه العيد هي في الصلاه، انا بشوفها كده. فلازم ايه تاني ننزل. في العيد بقى ممكن نتكلم عنه؟ اقول لك على اجواء حاجه. العيد. كحك العيد. انا بقى ليا ذكريات وانا مع كحك العيد. انا اخر الجيل اللي حضر الحاجات دي. يعني عايز اقول لك ان دلوقتي مفيش الكلام ده. لا، انا بص على ايامي بقى. العيله بقى ستات العيله تتلم في بيت الجده. ايوه. وكلنا الصاجات تتحط ونعمل الكحك. احنا بقى ايه، نجيب المناقيش ونقعد ننقش الكحك ماشي وناخد الكحك المصري بتاعنا ده.
كحك. انت عارفه ان الكحك ده من الاف السنين احنا بنعمله؟ ده من زمان يعني الزمن. المصريين القدماء كانوا مم. بيعملوا الكحك ده هو بنفس الشكل. ما عايزه اقول لك دي طقوس كل سنه، ما كانش الكحك العيد وحاجه العيد دي تتعمل والقريبه كل والبسكوت. كل الانواع، كل الانواع دي لو ما كانتش تتعمل ما تحسش برضه كنا بفرحه العيد. نتلم تلمنا كده، مم. واقعد انا اعمل المكنه دي. بتاعت البسكوت. ونقطع. ايوه كنت بعمل كده. وناخد مثلا 7-8 صاجات من صاجات، الفرن. ايوه ونروح نوديها. ايوه كنا بنعمل كان كده بيبقى احلى بسكوت فعلا. مع احترامنا لاي براند دلوقتي. مهم. كان احلى بسكوت واحلى كحك بتاع البيت ده اللي احنا بنعمله ده. كفايه الريحه. كفايه الريحه اللي بتفحفح دي. صدقني كفايه ان انت تبقى قاعد شامم الريحه دي، فعلا تبقى مبسوط وفرحان بلمه العيله. و بص الطقوس دي ما كانتش بتتعمل كل سنه، بس للاسف ما بقتش بتتعمل دلوقتي. يا ريت نرجع نعملها تاني. انا نفسي بجد يعني مفتقداها، بس افتقدتها عشان اللي كانوا مجمعيننا راحوا. الله يرحمه. الله يرحمه. عارفه ايه اكتر حاجه انا فاكرها لحد دلوقتي؟ مين اداني عيديه كام؟ والله فاكر لحد دلوقتي. اول عيديه يعني لا فاكر كمان مين اداني كام، يعني مين بيديني كام. كنت استنى مثلا جده يجي عشان جده بيديني مثلا عيديه كبيره، او عمي يجي مثلا او خالته تيجي، عشان موضوع العيديه ده موضوع مؤثر جدا في الاطفال جدا. أيوة. جدا جدا. كنا بنجمعهم نحوشهم عشان نروح كده عشان خاطر نروح نخرج ونتفسح بيهم. طب ما فيش مره حد اشتغلك وضحك عليك واداك عيديه وفي الاخر اكتشفت ان هي ورقه بخت؟ ورقه بخت؟ عملوها معاكي؟ لا عملوها معاكي. لا لا لا, لا لا خالص. لا بس في فعلا ما دام مقصره فيكي يبقى عملوها معاكي. لا ما حصلتش. صدقني ما حصلش. لا عشان انت قلبك طيب ادوك ورقه بخت. لا فعلا كان في بيحصل. بس حلو في الموضوع موضوع البخت ده، يعني ده من ضمن الحاجات الحلوه اللي بفتكرها ايام زمان. موضوع البخت ده. وكان في تكسب مره تاني وتجمع. كان في كمان انت فاكر زمان كان في حاجه اسمها سوق العيد عندنا؟ لسه كنت اكلمك عن سوق العيد. يعني انا كنت بروح وانا صغيره. طبعا يا جماعه احنا برضو عايزين نقول ان سوق العيد ده مش موجوده في كل المحافظات. دي كانت موجوده عندنا احنا في السويس، معرفش موجوده فين تاني. بس سوق بيتعمل بيجي كل الناس بتوع الالعاب من كل المحافظات بتاعت مصر عشان يعملوا سوق العيد. ولا اي ملاهي بقى ولا اي اماكن دلوقتي ملاهي مصغره يعني. الموضوع بيبقى جامد جدا، عامل زي مثلا المولد مثلا في الارياف. ايوه شبه المولد كده. المراجيح. فاكر المركب؟ المراجيح وتطلع وتتشال كده. ايوه والساحر. ايوه فقره الساحر والطلق اللي بنضربه ده. وفي البتاع اللي هي بنزقها كده. ايوه لو خبطت في الاخر ناخد فلوس. وممكن كمان بتاع الطلق ده كان بيضحك علينا، يعني تضرب ومش عارف يديك مره كمان عشان تدفع له فلوس تاني وفي الاخر ما ادكش حاجه. يضحك عليك. كنا اطفال بقى. لا صدق فكرتني بالايام دي، كانت ايام حلوه قوي. وفي كمان اللي هي البتاع اللي بتلف دي، الدويره دي كده بتلف. ايوه كانت بتعمل مزيكا معينه كده، مش عارف اعملها، بس كانت مزيكا مرعبه يعني. كان زمان كان في عارف الموتوسيكل ده اللي بيلف زي حلبة كده ويطلع يطلع 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 لفوق، فاكره؟ انا حضرته. بيلف جوه كوره كده. لا في صاله. ايوه والصاله دي في سلك كده، اطار اللي هو السور اللي الناس حاجز كده، كان بيلف على الحاجز ويطلع يطلع يطلع لفوق. وفي الساقيه بتلف كده على قد 5 متر مثلا. لا كان حاجه تانية. احنا انا عارفها. واحنا قاعدين مش في بقى حاجز بين الناس اللي قاعده المتفرجين على كراسي، في حاجز بينهم وبين اللي تحت. كان بيمشي على الحاجز ده ويطلع فوق. لا كنت على ايامي كان في انبهار. اللي كان معاه فلوس كتير قوي بقى يعني. كان معانا فلوس كتير. كنا نركب بقى اللي هي الساقيه الكبيره اللي هي تخلينا نشوف اماكن بعيده، عارفاها دي اللي هي موجوده دلوقتي في دريم بارك والكلام ده. ايوه ساقيه كبيره كده، كنا بنقف طابور لحد 3 يوم العيد عشان نركب عشان يجي علينا الدور، فكنا نشوف السويس كلها. طب بقول لك ايه، لو انت مثلا في خلاف مع يعني اهلك مع قرايبك، لو جه العيد ما بيفرقش معاك ولا بيفرق؟ يعني فهمني، يعني ممكن تزور ولا تقول لا دول زعلانين مع اهلي ما ينفعش؟ بص خلينا اكون واقعي معاكي ونتكلم على الزمن اللي احنا فيه ده. انا عن نفسي كان الاول كنت اروح لكل الناس، ما يفرقش معايا مين زعلان عيد. بس دلوقتي الموضوع
بقى فعلا ابعد. هو المفروض بقينا ان اخرنا نبعت على الاهل، السوشيال ميديا لا او بس مكالمه المفروض تليفون. يعني الاهل ان هم مثلا ما يقسوش الولاد، لا ما دام في مشاكل مع قرايبنا ما نروحش نزورهم. مم. يعني المفروض لا الحته لا لا، دي ما فيش، تتلغي. ما اعتقدش ان في اهالي ممكن يكونوا بيعملوا كده. لو في اهالي بيعملوا بيحصل، كده فاحنا بقى في خلاف مثلا مع الاسره لا لا، احنا هنا بنقول لهم بنقول لهم الناس فالعيد دي. ده المفروض ان هو يعني يضيع اي خلاف. ما احنا بنقول للناس دي لا، العيد مم. بيضيع اي خلاف زي ما انت بتقولي. مم. لان الطفل هيطلع على كده. ما هو انت لما تعمل كده مع اخوك ايوه. وابنك يشوف ده، ما هو هيعمل كده مع اخوه، مم. فيبقى انت كده خسرت كمان اطفالك. فلا، صح، عندك العيد حق. يجي يا باشا ننسى اي خلاف، ده المفروض. ننسى اي حاجه من الحاجات دي، بحيث ان احنا نرجع ما هو العيد جاي ليه بقى؟ مم. عشان نرجع الماء المجاريها. ايوه. هو رمضان بيجي يغسلنا، وطبعا كل الشهور بتاعت ربنا حلوه، بس يجي بقى العيد ننسى كل الخلافات، ده نبدا صح. صفحه جديده مع ربنا، ايوه نبدا صفحه جديده مع نفسنا، فعلا. نبدا صفحه جديده مع الناس اللي حوالينا بقى كلهم. مم. فكأن بننزل بقى ايه، ابديت جديد كده لينا. هو ده العيد، يعني هو ده العيد. انت عارف ان انا عمري من وانا صغيره ما كسبت اي حاجه في سوق العيد. ما كسبتيش؟ طب كنت تشتري ايه مثلا؟ اخر اجيب عروسه اه بس. لا، احنا بقى كنا بنجيب بقى كاولاد بقى مسدس خرز، ايوه وبعد كده الموضوع ابتدى يتطور ان الخرز ما شاء الله، والخرز وتمشي في الشارع وبعد كده تعور ابتدى الناس. حصلت موجه كبيره ان الخرز بقى يكبر، يعني الخرز بقى اقوى، فبقى مم. المسدس ده بيعمل مشاكل كبيره، مم. فمنعوه. برضو مره فاكر ان انا جبت لاسلكي وكان شغال كويس جدا، كنا مم. على بعد كده نقعد نكلم بعض. طبعا غير صيادين السمك والالعاب بتاعت زمان دي كانت حلوه قوي بصراحه. مم. طب خليني اقول لك على يعني من ضمن مظاهر العيد الحاجه السلبيه اللي خلتنا بقت ايه، بقى العيد تقيل علينا. ايه هي بقى؟ مم. موضوع ان بقى فيه مغالاة. يعني العيد زمان كان بسيط، كان دافي، نروح لبعض، عيدية مش عارف 5 جنيه 10 جنيه. انما احنا دلوقتي بقينا مطالبين ان احنا نجيب لبس براند وحاجات كتيرة، والستات تروح تعمل 50 عملية تجميل، والرجالة مش عارف يروحوا للحلاق يعملوا ايه. اقول لك على حاجه بقى فظيعه في الحته دي. انا بشوف حاجات غريبة في الكونفرات بصراحة. استنى انا بشوف بنات ماشيه في الشارع ضربه شعرها في الخلاط اكسجين وبويا واحمر، وفي كميه الميك اب الاوفر، فشه من هنا وفشه من هنا، عارف اللي هو فشه من هنا وبويا وبعدين في شباب والوان مطرقعه بطريقه غريبه. يعني الناس دي بتيجي ساكته طول السنه وبينفجروا وبينطوا لنا. ما اعرفش بينتشروا منين. انا مش بتكلم على طبقه معينه في الشعب، مع احترامنا لكل الناس، بس في ناس بيجيبوا الانقاع قوي، بيقوموا ضاربين شعرهم احمر في اصفر. ايوه الوان غريبه قوي. والبنات بتقوم عامله حواجب كده تمانيات والله، وبيعرفش بيدقوها ولا بيعملوا ايه. وليه كده يا جماعه؟ يعني هو ده العيد بالنسبه لكم؟ الموضوع بسيط. انا بحس صراحه بشوف اشكال كده جايين من الفضاء مثلا، لا اشكالهم صعبه قوي. وبناطيل شكلها غريب قوي. انا بلاقي هدوم بتيجي منين، الهدوم دي ما بتظهرش غير في العيد. يعني هدوم بتظهر في العيد وتختفي تاني، مش عارفه في ايه. طيب ايه تاني من مظاهر العيد؟ احنا اتكلمنا عن العيديه واتكلمنا عن الكحك. طب هقول لك على حاجه. بما ان انت ما شاء الله كبرت كده وبقيت راجل وبقيت بتشتغل وبتاخد مرتب، تمام، بتدي عيديه؟ طبعا. ولا بتهرب؟ لا بدي عيديه، ادي عيديه للاطفال كلهم، وطبعا بدي عيديه لامي، وادي يا باشا ادي عيديه لاي حد. دي حاجه جميله. لا اصل في ناس بتخاف، اصل في ناس بتخاف وتستخبى وعشان ما يدوش عيديات. والله بيحصل. لا ده شاب جاحد اللي يعمل كده. جاحد. والله ما تدي يا عم هديه. لا هو عايز وبعدين الهديه بتروح وتيجي، يعني خدي بالك بتروح. لا اما بتكبر ما بتجيش، بتروح بس. دي مشكله. بتروح بس، دي مشكله حقيقي. انا من دلوقتي الولاد عندي ماما العيديه هتدينا كام؟ عارف اللي هو ايه، بيظبط معايا هتدينا كام. صلينا العيد، زرنا قرايبنا، روحنا البيت، تشتغل بقى ايه العيد فرحه، يا سلام ساعدنا بيها. انا يعني لحد وقت قريب انا كنت فاكر ان هي ساعدنا بيها، يعني ساعدنا بيها، فكنت دايما اتساءل مين ساعدنا بيها، وطلع الشعب المصري كله بيتساءل مين ساعدنا بيها. انت كنت عارفه الموضوع ده ولا يعني عارفه الاغنيه صح؟ معنى الكلمه؟ لا بجد. لا. يعني انت بالنسبه لك صفاء ابو السعود بتقول ايه؟ ساعدنا بيها عادي. ساعدنا بيها. انت هتخليني اركز في الكلام. ساعدنا بيها، يعني ساعدنا بيها. انا دلوقتي يا جماعه بترجم لغاده الاغنيه. انا كنت بالنسبه لي فاكر ان سعد نبيها ده واحد اسمه سعد وابوه اسمه نبيها. فانت غاده يا جماعه كانت فاكره.
انا ما مش شاء الله عليها فاكره، كبيرة. انا مش فاكره، بس انا ما وفاكهة ركزتش اللي في سعد نبيها برضه. لا ما ركزتش في الكلام. ما علينا مم. من صفاء والسعود، بنروح مم. البيت وبنشغل سعد نبيها. مم. بعد كده بقى العيال كبرت، في اجواء ايوه مسرحية في العيال مسرحيات بتيجي كل عيد. هي العيال كبرت. مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، رايا وسكينة، كل المسرحيات دي كل سنة بنتفرج عليها وما بنزهقش. ونقوم حاطين بقى الكحك والبسكوت والغريبه والترمس والسوداني، واخد بالك، وكميه يعني حاجات كفاية الواحد بيبقى طالع زي تبوظ من اللي احنا شهر عملناه. رمضان. لا ده انا بطلع زي ده من رمضان، وكمان بدخل على العيد باكل الكحك والحاجات دي، بزيد بدل المرة 3. عقلنا بيحصل له ايرور، معدتنا مش فاهمه. يا ابني انت يا ابني انت بتعمل معاها ايه؟ سمنة يعني انت مخلينا نصوم رمضان كله وجاي مره واحده رنجه وفسيخ. رنجه وفسيخ احنا بنجيب كل حاجه مضره، احنا بناكل كل حاجه مضره، شوكولاتات بقى وكحك. أيوة. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ انا بفتري. انا اللي بقول لك بفتري ازاي. ليه بنعمل كده؟ لا بفتري. اول يوم الرنجه لازم رنجه، لازم العيش البلدي، البصل الاخضر. العيد يا جماعه بيتمحور في الرنجه. في الرنجه ايوه. ما كنتش اكل رنجه ما بحسش برضه باول يوم العيد. والكحك والبسكوت انا بحس نفسي ان انا مش قادره اخد نفسي، ما بنشبعش. مش ما بنشبعش، مش قادره اخد نفسي من كتر اللي باكله. ايوه بعد ده كله بقى نقوم عاملين ايه؟ بنقع. لا مش قادرين ننام. ما بقولك بنقع كده. اللي هو ايه، ننام بقى. لا عارف اللي متنحين. نصحى بقى العيد خلص بقى. نعمل ايه بقى؟ نستنى العيد الكبير. انا عايزه اقول لك انا ممكن ب3 ايام اكل فيهم رنجه. بنتقم من نفسي. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده العيد يا غدا. بنتقم من نفسي، بصل ورنجه 3 ايام. مش عارفه بعمل في نفسي كده ليه. والله مش عارفه، ساعات بقول لنفسي هو انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ بتاذي يعني، حرام. يعني بقول لنفسي حرام عليكي. يعني نفسك دي يعني بالراحه عليها، مش عارفه ليه. ما عادي بقى العيد فرحه بقى، فرحه قوي. ده انا بتخن وبيجي لي اكتئاب. انت عارفه انا كل ما بتخن بكتئب اكتر، وبرضه باكل وبرضه بتخن وبرضه بكتئب اكتر. مش عارفه اعمل ايه في نفسي بجد. عادي بقى، ما انت حاولي يعني تقنني الموضوع شويه. انا عماله اقول ايه، ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله هعمل دايت. دايت فشل دايت، مش عارفه ليه. كل ما اقول لنفسي بكره الصبح اول يوم او من الصبح اكل. لا اعملي اللي تحبيه، هو كده كده العيد فرحه. بس اهم حاجه نبقى عندنا شويه وعي كده باللي احنا بنعمله في معدتنا، لان اقسم بالله انا الجهاز ده بيصعب عليا. طب انا افتكرت دلوقتي اسوأ سنه كنت لابسه فيها هدوم. ليه اسوأ سنه؟ قولي لنا على احسن سنه. بس يعني انا طقت في دماغي عندي 12 سنه، لسه كتكوته يعني يعتبر. لازم البس جزمه بكعب سواريه. تقول لي ليه؟ ما اعرفش. هي طلبت معايا وشفتها، ولونها ايه بقى؟ تركواز. وجبت دريس تركواز. يعني انا مش عارفه كنت بعمل في نفسي كده ليه. انا عايز اشوف الصور دي من قديم الازل. شوف بقالها سنين. اللي هو وكعب 5 سنتي. تعرفش برضو ايه الهبل اللي انا تبلته يومها. وجبت الطقم ده. كنت مقتنعه بنفسك وقتها؟ كنت مقتنعه بنفسي وقتها. انا ما اعرفش، هي طلبت معايا ان انا الطقم ده عجبني، ورحت جبت له الجزمه دي، مش عارفه ليه. ولما لبستي بقى قدام المرايه، مرايه ايه؟ هو انا المشكله في حاجه ان انا مشيت بيه في الشارع. اول مره كنت البس كعب 5 سنتي، كعب عالي وجزمه عارف بيبرق. تعرفش عيد ايه دوت اللي فيه جزمه بيبرق. وماشيه بقى في الشارع كل شويه اقع، كل شويه مش عارفه عملت في نفسي كده ليه. كل شويه اقع، وجايبه الفساتين اللي هي من عند الوسط منفوشه كده، ومنفوشه ومنقطه. مش قادره. رايحه فين؟ يا سندريلا. لا والله مش عارفه بجد. عملت ليه كده في نفسك؟ انا مش عارفه ايه اللي عملته في نفسي ده. قعدوا يسفوا عليكي. انا ماشيه انت سفيت على نفسك. انا عماله، انا ماشيه في الشارع مقهوره. هو انا ايه اللي انا عاملاه في نفسي ده؟ ايه الشكل الغريب ده؟ انا بتريق على نفسي. لا وهو اللبسه دي، وقلت مش لابسه تاني. محتاجه افكر الناس، الجمهور الجميل بتاعنا اللي بيسمعنا، ان البودكاست عند غاده في الفيسبوك وعندي انا في اليوتيوب. وطبعا احنا بيبسطنا دعمكم لينا، ولو شايفين ان احنا بنقدم حاجه حلوه يا ريت تتفاعلوا معانا في الكومنتات تقولوا لنا ايه ذكرياتكم في العيد. ولو عايزين نتكلم عن حاجه معينه من المظاهر الاجتماعيه اللي احنا بنعملها او كنا بنعملها زمان، يا ريت تشاركونا. دلوقتي بقى غاده قولي لي، احنا كنا بنتكلم عن الانبساط. انت بقى بتتبسطي بالعيد؟ يعني غير ان انت مطلوب منك ان انت تبسطي اطفالك،
انت لسه بتتبسطي بالعيد زي زمان؟ بحاول ابسط نفسي مم. يعني. بصلي صلاة العيد، بتفق مع اختي ومع صحابي وبنات عمي، نتقابل، يا اما اروح ابات عندهم، يا اما انزل الصبح بدري نروح نصلي صلاة العيد مع بعض. اروح عند بيت عمي ناكل الكحك والبسكوت، ونفطر مع بعض، نرجع بيتنا نكمل نوم. ما عايزه اقولك بنبقى مطبقين. نصحى تاني يوم؟ لا مش نصحى تاني يوم، لا بكمل النوم يعني مثلا انام كده يعني لغايه الظهر كده مثلا او العصر. نتفق بقى مع صحابنا ومع اختي هنخرج فين، ونوزع كل يوم خروجه في حته شكل بس. ربنا يديم علينا اللمه والانبساط. اللهم امين يا رب. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا ناصر. تحب تسالني في حاجه تاني ولا خلاص كده؟ يا هل ترى في خطه العيد جاي اهو ان شاء الله على خير باذن الله. هنسمع خبر حلو. خبر حلو ازاي؟ يعني مثلا تبشرني كده، تقول لي انا ان شاء الله في عروسه في السكه، احضر لك فرح كده. ابتدى عينيا ترمش الناحيه دي. فرحني يا ناصر. والله ده يا غدا بيعتمد، انا برضو عايز اشاهد الجمهور الجميل بتاعنا. أيوة. ده بيعتمد عليكي انت، بيعتمد عليكي انت ان انا انا الخطبه هشتغل اليومين دول الخطبه واجيب العروسه. طبعا انت زميلتي وصديقتي واختي وكمان اللي هتجيب لي العروسه. ابقى حماتك بقى. انا بقى حماتك. في الاول وفي الاخر العيد فرحه. تحبي تقولي حاجه؟ لا ما دي في العيد الكبير. لا الفيلم الفيلم بس ده في العيد الكبير. ماشي نتقابل ان شاء الله العيد الكبير يا غدا، عشان هي حلوه قوي على كده. ايوه طيب على كده. هي ختمت على كده. حلو قوي البودكاست ده. ايوه زي الفل يعني. ايوه زي ما احنا متعودين هنجيب الموضوع من طقطق. السلام عليكم.